مرحبا بكم معي في قناة عالم مريم للطبخ، اللي هي قناتكم كاملين. اليوم جيت نشارك معكم واحد الغريبة بزريعة الكتان صحية، شي حاجة زوينة، مذاق جديد. جلجلان وزريعة الكتان صراحة كتجي غزالة هاد الغريبة هادي اولا هاد الحليوة هادي. غادي نحتاجو هنايا واحد البول غنديرو فيه نص رابعة ديال الزبدة، قبصة ديال الملح، وعندي كاس لاروب ديال السكر، سكر يعني سنيدة. بالنسبه للحلاوه نتوما كتحكموا في الحلاوه، بالنسبه للكليانه بغات ناقصه في الحلاوه داكشي درت كاس لارو. تقدروا ديروا كاس، تقدروا ديروا غير نص كاس اولا ربع كاس. درت هنا واحد الساشيه ديال الفاني، كنخدم ديك الزبده مع الزبده مزيان حتى كان يعني كنحصل على ديك السنيده كتذوب معايا بيدي. بالنسبه للزبده انا استعملت زبده عاديه، ضفت هنايا كاس ديال الزيت ما عامرش صافي، وغادي نمزج هاد الزبده مع الزيت مزيان. هنا غادي نديرو زريعه الكتان اللي كتكون محمره ومنقيه، وهكاك ما كنطحنوهم ولا كنخليوها هكاك حب. صراحه كتجي خطيره هاد الحلوه هادي بزريعه الكتان، واحد القرمشه فيها واحد المذاق. زريعه الكتان غزاله في الحلويات. هنا ضفت بيضه وحده صافي. هنايا غادي نمزج المكونات مزيان. درت هنا واحد شويه ديال القرفه. مهم النكهات نتوما كتختاروا النكهه اللي بغيتو. انا درت القرفه ودرت لاغوم ديال الناطا. جا واحد الخليط بيناتهم صراحه جا واعر. صافي كنمزج مزيان هاد الزبده، كنحكها بالاطراف ديال الاصابع. هنا زدت شويه ديال القرفه صافي، وغادي نضيف هنايا بالنسبه لهذه زريعه الكتان عندي نص كاس ديال زريعه الكتان اللي قلت لكم محمره ومنقيه. وعندي هنا جلجلان البلدي حتى هو مغسول ومنقي ومحمر، حتى هو ما مطحونش هكاك، كنخليوه يعني هكاك حبوب. صافي غادي نمزج هادشي مزيان. غادي نضيف هنايا واحد المعلقه يعني خماره ديال الحلوى من فئه 8 غرام صافي، وغادي نبدا نضيف الطحين تدريجيا. بالنسبه للطحين يعني تكون نوعيه ديال الحلويات، كنبدا نضيف الطحين وانا كنجمع الخليط، يعني ما كندلكش، غير كنجمع الخليط بالاطراف ديال الاصابع ديالي صافي. هنا بالنسبه للكميه ديال الطحين على حسب الطحين اللي عندكم عفوا. صافي كنبدا يعني نخلط وكنزيد الطحين حتى كنحصل على واحد العجين رطبه ما كندلكش، يعني الخدمه ديالها بحال شكل الصابلي، كتجي مرمله وكتجي مقرمشه وفيها واحد الكروستيون ديال ديك زريعه الكتان وجلجلان، كتجي خطيره خطيره البنات. صافي هنايا غادي نبقى نجمع يعني بالطحين حتى انا درت جوج عجنات. درت عجنه الاولى ومن بعد جمعت كاع جوج عجنات في دقه واحده. في هذه الاثناء راه دايره انا الفران كيسخن. صافي حتى كنلم العجين، كنحصل على واحد العجين رطب رطب ومرمل في نفس الوقت. شوفوا العجين يعني القوام ديال العجين اللي كنحصلوا عليه. صافي غادي نبدا نكورو هكا، ساهله ماهله ومذاق ديالها ما نقولش لكم. اللي غادي يستغرب بزريعه الكتان في الحلويات صراحه كتجي خطيره خطيره، كنتمنى منكم تجربوها. صافي هنايا من بعد يعني كنكور الحبات الحلوى اللي عندي. تقدروا تستعملوا اي مرشم بغيتو، داكشي اللي عندكم غتستعملوه. انا درت هذا ديال دوزان. صافي غادي نبقى نطبع هكا وغادي ندخلها للفران العافيه ديالها، يعني الفران ديال الغاز انا كنطيب غير في الفران ديال الغاز يكون سخون. كندخل اللاطه ديالي وكنبقى نقلب في اللاطه ديالي حتى كتاخذ واحد اللون اللي كيكون هكا ذهبي، وكنحصل على واحد الحلوى يعني طيبه على حقه وطريقه. كنقص العافيه، يعني كنقتلها، كنخلي الفران على عافيه مهيله، العافيه غير من التحت حتى كتحمر وكطلع لها ديك التحميره من الجناب وكتحمر حتى من الفوق. تقدروا ديروا المرشم ديال البطاطا، تقدروا ديروا هذا المرشم، ديروا اي مرشم عندكم.
اللي عندكم غتخدموه، يعني ماشي بالضروري ديروا هذا المرشم. صافي هنا غادي ندخلها من بعد ما غادي طيب، غادي نديروا ليها ديكوراسيون عادي. استعملت هنا شوكولا غيش، هنا باقا سخونه الحلوى يعني راه تحمرات. هنا شوفوا التحميره اللي عطيتها. كنحطوا دوك الصديفات ديال الشوكولا هي سخونه، غادي يلصقوا دغيا. و... واللي ما عندوش يدير الشوكولات، يذوب الشوكولات عادي ويدير في ديك الحفيره شويه ديال الشوكولات، اولا ديروا هذا الشوكولا بيضه، اولا ديروا شي تعليكه عندكم. داكشي اللي عندكم غادي ديكوريو به. صافي نكمل على هذا الشكل. المهم بالنسبه للمقادير، كتعطي 2 لاطات ونص. بالنسبه انا حيت دوبلت المقادير. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي غزال. كنتمنى منكم تجربوها، وما تنسونيش بلي لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال مريم. دمتم في رعاية